السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. اليوم من نهار السبت غادي نمشيو للمسجد السادس ان شاء الله، ويا ربي نقدروا نديروا هذا التحدي ديال 30 يوم 30 مسجد. خليكم معايا لحقاش هذا المسجد يستاهل تشوفوه كامل. كملوا الريل حتى الاخر غيعجبكم بزاف. يقع هذا المسجد في حي الحبوس الكائن بوسط مدينة الدار البيضاء الذي تعد العاصمة الاقتصادية للمغرب وكبرى مدنها. قام ببنائه السلطان محمد الخامس الذي كان سلطانا على المغرب أثناء احتلال فرنسا للمغرب، وسمي على اسمه. وقد بدأ تشييد المسجد في 29 يونيو 1934 وافتتح رسميا بعد ذلك بعامين. وقام بتصميمه معماريان فرنسيان وهما أوغوست كادي وإدموند بريون اللذان شاركا في تصميم عدد من المباني في حي الحبوس، بما في ذلك المسجد اليوسف القريب من هذا المسجد. ومن الواضح أن التصميم يستند إلى العمارة الإسلامية في المغرب بصورتها التقليدية الموروثة من قرون خلت. ويبدو أن بعض التفاصيل مستوحاة من الهندسة المعمارية لمسجد القرويين في فاس. يعد هذا المسجد من أكبر مساجد المدينة، حيث تبلغ مساحته حوالي 3600 متر كاري، وتبلغ طاقته الاستيعابية ما بين 6000 و 8000 من المصلين. وظلت العناية قائمة بهذا المسجد طيلة العقود الماضية، وحظي بعمليات ترميم كبيرة خلال عام 2007 مما ساعده فيها المحافظة على رونقه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ان شاء الله غادي نكملوا التحدي 30 يوم 30 مسجد من مسجد المعهد المهدي. تحياتي لكم كاملين، رمضان مبارك سعيد بالصحه والسلام. ما تنساوش ديما تخليونا في لي كومونتير المساجد اللي بغيتونا ندوزو نشوفوها. راه باقي بزاف تبارك الله، باقي واحد 24 يوم، باقي 24 مسجد ان شاء الله نقضيهم كاملين. فيديوهات يكونوا زوينين.